الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. سيرته خير سيرة وعطرته خير عطرة. هو الأمي الذي علم المتعلمين واليتيم الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين والذي أنقذ سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين. صلى الله عليك يا علم الهدى يا من علمت المتعلمين. وبعد أيها الإخوة الأكارم، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله عز وجل خبير بما نعمل. إن الله عز وجل مطلع علينا وناظر إلينا. إن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يسمعنا ويبصرنا سبحانه وتعالى. وتعالى الله علوا كبيرا عما يقولون. أيها الجمع الطيب، أيها الإخوة الأكارم، في هذا الحي المبارك ومن هذا المسجد المبارك أتحدث اليوم عن جريمة عظيمة، عن كبيرة من كبائر الذنوب يقع فيها أهلنا ويقع فيها الشمال السوري ويقع فيها بعض المسلمين. جريمة عظيمة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر الله عز وجل منها في كتابه سبحانه وتعالى، ألا وهي جريمة القتل. جريمة القتل التي تهاون بها كثير من المسلمين، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعيد عظيم: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يوم القيامة جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جريمة القتل أيها الإخوة جريمة عظيمة، وإن أول معصية يعصى الله بها لما قتل قابيل هابيل. جريمة القتل حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهينة، إلى الحراء في جهينة، فصبحناهم فهزموهم الصحابة للمشركين، ففر منهم مشرك ولاذ أي اختبأ بشجرة، اختبأ خلف شجرة، فتبعه أسامة بن زيد وتبعه رجل من الأنصار، فوجدوه خلف الشجرة وقد فر قومه، فأخذ السيف ورفعه الأنصاري يريد أن يقتل هذا المشرك هذا الكافر، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأنزل السيف هذا الأنصاري، فأخذ السيف أسامة بن زيد
وتيقن أنه قالها خوفا، فرفع السيف وضربه فقتله. وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقصوا له القصة وقالوا: يا رسول الله، فحصل معنا كذا وكذا، واختبأ خلف الشجرة، لاز بشجرة فتبعناه، فرفع الأنصاري سيفه فنطق بالشهادتين، فأنزل الأنصاري تورعا هذا السيف، وأخذت السيف فضربته فقتلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال: ماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ وأسامة بن زيد يبدي الأعذار ويقول: يا رسول الله، قالها خوفا. فقال: أشققت على قلبه؟ أشققت على قلبه يا أسامة؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ مشرك محارب في أرض المعركة، ما حج لله، ما سجد لله، ما صام لله، والنبي صلى الله عليه وسلم يزجره لأسامة، وأسامة يبرر ويضع الأعذار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ واليوم نحن يقتل بعضنا بعضا ويرفع السلاح في وجه أخيه المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله، والذي يصلي، والذي يصوم رمضان، والذي ربما قام من الليل وذكر الله وتلا كتاب الله، يرفع السلاح في وجهه ويطلق الرصاص عليه ويقتله بدم بارد. ماذا أنت مجيب يوم القيامة؟ وقد جعلها الله عز وجل من أكبر الكبائر، وقد جعل هذه الجريمة من أكبر الذنوب، وقد جعلها الله عز وجل في القرآن مع الشرك بالله. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فجعل الذي يجعل مع الله إلها آخر، أي جعل ندا لله، شريكا لله، موازيا لجريمة القتل. قال ابن القيم: هذه الثلاثة هي أكبر الكبائر عند الله: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وفاحشة الزنا. قال ابن القيم: هذه الثلاثة هي أعظم وأكبر عند الله، جعلها الله عز وجل وقرنها الله عز وجل في كتابه مع الشرك بالله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: قالوا: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل امرئ مسلم واحد لأكبهم الله في النار. أهل السماوات كلهم وأهل الأرض كلهم اجتمعوا على قتل امرئ مسلم لا يستحق القتل لأكبهم الله جميعا في النار. ومعروف لما كان أمير المؤمنين عمر وأتت إليه قضية قتل في صنعاء اشترك بها 10، فأتى بهم وقتلهم جميعا، وقال: لو أن أهل صنعاء كلهم بأكملها اجتمعوا على قتل امرئ مسلم لقتلتهم جميعا. هذه جريمة من أكبر الكبائر عند الله ومن أعظمها. ولقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور تحصل في آخر الزمان، ومنها الهرج، أي كثرة القتل. في آخر الزمان يكثر القتل حتى لا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل.
ونحن نراها بأم أعيننا. نسأل الله تعالى السلامة، نسأل الله تعالى السلامة. تساهل الناس وتساهل المسلمون في قضية القتل. والله قد اجتمعت مع رجل وكان هناك مشاجرة بين عائلتين، فقال لابنه الشاب: لماذا لم تأخذ السلاح من بيتك وتذهب مع أولاد عمك؟ أما وجدتهم واقفون في الشوارع وهم مسلحون؟ ألست رجلا؟ فقلت له: الله أكبر، تدفع ولدك للقتال المسلمين بين عائلتين من بلد مسلمة في بلد لها شأنها ولها وفيها من المآذن وفيها ويرتفع فيها صوت الله أكبر. فقال: حتى لا يتعلم على الخنوثة ويكون فعله فعل نساء. ما هذا الجهل وما هذه العقول التي جعل الرجل المسلم الذي يصوم رمضان ويصلي التراويح ويقوم من الليل ويصلي الأوقات الخمسة أن يقتل مسلما يشهد أن لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما قتل أسامة رجل كافر في أرض المعركة، رفع سيفه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. أسامة يبرر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ماذا تصنع بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب العبد عن الصلاة، أول ما يسأل العبد عن الصلاة، وأول ما يقضى بين الخلائق بالدماء. أول قضاء ما يقضى بين المسلمين بالدماء. نسأل الله تعالى السلامة. روى الترمذي في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى ابن عباس فسأله: يا ابن عباس، هل للقاتل توبة؟ هل للقاتل توبة؟ فالسؤال عظيم وشأنه عظيم، يسأل عن القاتل. فقال: ماذا تسأل؟ قال: هل للقاتل توبة؟ قال: عن ماذا تسأل؟ فقال: هل للقاتل توبة؟ فجلس ابن عباس رضي الله عنه وقال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول يوم القيامة، يأتي المقتول الذي قتل يوم القيامة معلقا رأسه بإحدى يديه، معلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله باليد الأخرى، أي ماسكا قاتله باليد الأخرى، تشخب أوداجه دما، يعني العروق فيها دما، تشحب أوداجه دما حتى يأتي العرش، يصل إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول المقتول لرب العالمين سبحانه وتعالى: يا رب، هذا قتلني. فيقول الله سبحانه وتعالى: تعست ثم تعست، ثم يذهب ويؤمر به فيلقى في النار. حديث يرتعد له القلوب، آيات تحتاج إلى تفكر، أحاديث فيها وعيد. من يقتل مؤمنا إشارة إلى أن المقتول مؤمن، من يقتل مؤمنا متعمدا أي أخذ سلاحه وتعمد قتله متعمدا، ماذا جزاؤه يوم القيامة؟ جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ونحن في هذه الدنيا أيها الإخوة صائرون إلى الله. أصحاب القبور ما أخذوا معهم إلا العمل، تركوا العيال وتركوا الأولاد وتركوا الأموال وتركوا القصور وذهبوا إلى الله إلى الحساب.
يقفون بين يدي الله، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، منهم من يغطه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يغطه العرق إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجام، ويقولون يا رب عجل لنا الحساب. العرق حسب المعاصي والذنوب، أعاذنا الله وإياكم. موقف عظيم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين، وأن يكتبنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا والله أعلم وأحكم، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في النار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز وسعادة المستغفرين، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإن حبها إذا استولى أسر. وحافظوا على الصلوات وحضور الجمع والجماعات، واعلموا أن الله أمركم بأمر فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الجمع الطيب، نعمة الأمان نعمة عظيمة لا يشعر بها إلا من فقدها. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا لمكة، فوجد المشركون مذعورون خائفون، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف خطيبا وكلمهم بأعظم كلام يحبونه، فقال لهم: من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، ومن دخل مكة فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. وجد أن نعمة الأمان هم الذين يفقدونها فأعطاهم إياها، فدخلوا بالإسلام وبدأوا يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، لأنهم وجدوا معاملة طيبة، وجدوا معاملة وأخلاقا حسنة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوه. ويوسف عليه السلام لما أتى أهله إلى مصر فقال لهم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فنعمة الأمان أيها الإخوة نعمة عظيمة، وهذا بأعناقنا جميعا، كل واحد منا في بيته، على أولاده، على من يعول من عماله وصناعه، على جيرانه، الكل منا مسؤول أمام الله عز وجل على نعمة الأمان. أيها الإخوة، ما يحصل بنا هو ما يريده الغرب، هو تشويه لصورة الإسلام. زرعوا لنا الغلاط، فكفروا من كفروا وقتلوا من قتلوا، حتى اتهم بعضهم بعضا بالكفر وبالردة مجرد معصية وشبهة عنده، لأنه ما فقه المنهج الصحيح، ما فقه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطلق الكفر ويقول لأخيه يا فاسق، ويقول لأخيه يا كافر ويا مرتد،
ولا يعلم ما هذه الكلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما هو كافر وإما رجع كفره عليه. القتل أيها الإخوة جريمة عظيمة، وانتشار الفوضى والزعزعة بين المسلمين وفي البلاد شيء عظيم. ترى أطفالا يبكون من الخوف، وترى نساء لا ينامون الليل، وترى نساء قد أجهضت بسبب الرصاص والخوف. اليوم يوجد مخالفات الواجب على المسلمين أن نعيها وأن نعلم أن هذا محرم. إذا حصل عرس يطلقون الرصاص، وإذا حصل مد جهاز يطلقون الرصاص، وإذا حصل العيد يطلقون الرصاص، وإذا أتى من الحج يطلقون الرصاص، وإذا فرح بعقد قران ابنته يطلقون الرصاص. وهل هذا الرصاص إلا لأعداء الله؟ إلا أن نوجه سلاحنا إلى أعداء الله. هم ينظرون إلينا ونحن نتقاتل مع بعضنا البعض. هذا شيء معيب بعد ثورة قامت هذه السنوات ووعت الشباب. اليوم متاح أي كتاب تقرأه وأي علم تأخذه. بالأمس كان النظام المجرم الفاجر لا تستطيع أن تقول كلمة الحق، لا تستطيع أن تدرس بكتاب ليسوا موافقون عليه، لا تستطيع أن تحضر درسا غير موافقون عليه. اليوم المتاح الأمر وفيه سعة، وهذا من نعم الله عز وجل علينا. فلنحافظ على هذه النعمة، ولنحمد الله عز وجل أن جعلنا مسلمين، أن جعلنا متحابين، والبلد والناس والمسلمون فيهم الخير الكثير، فيها الخيرية في المسلمين إلى قيام الساعة. ولكن علينا أن ننصح بعضنا، وعلينا أن نبين الحق. نسأل الله تعالى أن يحقن دماء المسلمين، نسأل الله تعالى أن ينصرنا على كأعداء الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. إخواني، لا تنسوا تبرع للإذاعة المسجد. إلى الآن أخبرني المؤذن جزاه الله خيرا لم يجمع إلا $50، والإذاعة الصوت ثمنها 500، فمدوا يد العون والمساعدة وجزاكم الله خيرا. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا اعتدلوا، لا تدعوا فوجات للشيطان، تراصوا سدوا الخلل، لينوا بين يدي إخوانكم. قدموا إخواني، قدموا إلى الأمام، تراصوا.
أدخلوا الناس في شمس حارة. كملوا الصف إخواني بالآخر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.